قصة السيرة النبوية كانت والدتي بتحكيها لي وانا صغير. كان زمان كان لسه تلفزيون ما فيهوش برامج كتير، كانش فيه موبايلات طبعا في طفولتي يعني، فما كانش فيه وقت ان احنا نقضيه غير ان والدتي تحكي لي قصص او كده. فكانت هي بتحكي لي قصة السيرة النبوية او قصة النبي على شكل سيرة شعبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ليه بودكاست. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الكتابة، ومعانا ضيف عزيز علينا وهو دكتور وكاتب في نفس الوقت، هو دكتور محمد عبد الرازق. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باشمهندس عبد الرحمن، عامل ايه ايه؟ الأخبار؟ حبيبي. في بداية الحلقة كده عاوزين تعريف بسيط، مين دكتور محمد؟ وعرف بنفسك. انا محمد عبد الرازق، طبيب اسنان، خريج جامعة الازهر وكاتب وروائي. انا بشتغل طبيب اسنان فول تايم، وبكتب قصص وروايات ومقالات لمواقع وجرايد في مصر وبره مصر يعني. ما شاء الله. اتخرجت 2018 من طب اسنان الازهر زي ما قلت لك، ونشرت الى الان روايتين. اخر روايه فيهم اتنشرت معرض القاهره 2024 عن دار العين بعنوان بياض على مد البصر. اللي هي مكسرة الدنيا دلوقتي. بيقولوا يعني. اه طيب ندخل في الموضوع على طول. اتفضل. ليه كل واحد عنده قصة؟ ليه كل واحد عنده قصة؟ علشان هي دي طبيعة الحياة يعني. هو الإنسان ما بيفهمش الحياة غير عن طريق القصص، وعن طريق إن هو يحكي قصته الذاتية يعني. تمام. هي ده شيء في غريزة الإنسان جواه، وشيء متسلسل عبر التاريخ، إن إن دايما الحكايات هي الشيء اللي الإنسان قدر إن هو يحافظ بيها على تاريخه وعلى ذاكرته الشخصية يعني. هي الحاجة اللي حتى بنتنقلها أنت لو من... لاحظت إحنا كلنا متعلقين بأمهاتنا أو بجداتنا عن طريق الحكايات اللي هم كانوا بيحكوها لنا يعني. يعني في كتاب اسمه الحيوان الحكاء بيتكلم عن غريزة الحكي عند الإنسان، إن هو دايما طريقة الحكي عند الإنسان هي الطريقة اللي هو بيعبر بيها عن نفسه، عن آماله وطموحاته وآلامه، وفي نفس الوقت كمان هي الطريقة اللي هو بيقدر يعقد بها صداقات وبيعقد بها علاقات اجتماعية مع الناس اللي حواليه يعني. يعني نقدر نقول كده بين قوسين إن هي طريقة تعبير الإنسان عن ذاته. لو لاحظت برضو هتلاقي ان كل يعني التاريخ كمجمل هو حكاية. تاريخنا الشخصي او تاريخ المجتمع او تاريخ الامة كله حكاية طويلة. صح. وحتى الكتب السماوية والأديان هي عبارة عن حكاية. أنت مثلا عندك في القرآن قصص الأنبياء، أكتر من 70 أو 80% من محتوى القرآن هو قصص الأنبياء السابقين. الكتاب المقدس أو الإنجيل هو عبارة عن حكاية طويلة جدا يعني. فهي طريقة لفهم العالم وطريقة للتعبير عن ذواتنا يعني. جميل جدا. طيب انت شايف ان كل واحد عنده قصة تستحق انها تتقال؟ بس يعني هو دايما اي شخص عنده قصة بتستحق انها تتقال، بس مش لازم انها تتقال في كتاب او في بودكاست او كده. انت ممكن تقول قصتك لحد راكب جنبك في المواصلات، او والدتك في البيت، او تحكيها حتى لشريك حياتك او اقرب ناس ليك. بس لو احنا بنتكلم بقى عن القصة بشكلها الاحترافي، سواء مثلا ان احنا هنعمل فيلم او دراما او هنعمل كتاب او نعمل رواية او كده، هنا بقى بيبقى بنقول احنا بنحكيها ازاي يعني. هنا بقى اللي هو الفكرة الفنية بقى، ان الطريقة احنا نفسها. الطريقة نفسها. زي ما انت مثلا لما بتصور فيديو او بتمنتج حاجة بيبقى لها طريقة معينة يعني. مثلا اي شخص حاليا دلوقتي معاه موبايل يقدر ان هو يصور فيديو، صح. صح؟ بس هل اي شخص ينفع ان هو يشتغل مخرج او لا. يشتغل فيديو اديتور؟ لا. بس هي ده بقى الفرق بين الفنان والانسان العادي يعني. كل شخص يقدر ان هو يحكي حكاية، بس ازاي ان انا بحكيها ده الفرق بين الفنان والشخص العادي. طب ايه اللي بيفرق بين شخص والتاني؟ ان واحد بيحكي قصة بيحكي قصته بتبقى ملهمة جدا، وشخص تاني ممكن قصته تبقى كويسة وحلوة بس برضه يعني ما وصلهاش للنقطة دي. بص، هو ده ليه عوامل كتير. العامل الأول جودة القصة نفسها، أو فكرة القصة نفسها، الكور بتاع القصة. هو برضو نفس الفكرة بين أي حد ممكن يصور صورة بالموبايل أو فيديو بالموبايل، وأي حد ممكن يبقى مخرج وفيديو إديتور. إن هو بيبقى حاجتين أساسيتين: القصة نفسها أو الحكاية نفسها، والوسيط اللي أنا هعرض منه القصة دي. القصة نفسها زي فكرة مثلا قصة محمد صلاح، قصة صعود عادية خالص، اتعملت قبل كده في مليون فيلم، زي النمر الأسود بتاع أحمد زكي، أو الفيلم اللي هو كان بيحكي عن
اللي هو ايه بتاع الملاكمه، بتاع سيرينا، اه بتاع الملاكمه اللي كان ممثله ويل سميث، أصل انا ناسي الفيلم. المهم ان هو قصه صعود يعني. جميل. القصه نفسها قصه جيده جدا. انا ممكن اقدر اقول لك ان محمد صلاح ده كان لاعب بسيط واجتهد واشتغل على نفسه وبقى لاعب في ليفربول، وبقى اهم لاعب في العالم حاليا في سطر واحد. وممكن اقدر اقول لك احكي لك التفاصيل وابدا بقى مثلا ابدا من اللحظه اللي هو فيها في نجيبها التوب من ليفل. الاول خالص، يعني اه، الفكره كلها في السرد. على حسب طريقه السرد وعلى حسب الوسيط اللي انا عايز اعرض فيه القصه دي. طريقه السرد دي او تكنيك السرد عموما بيبقى برضو متعلق بالوسيط. لو انا هكتب القصه دي في كتاب سيره ذاتيه او روايه، او انا هعمل فيلم قصير او هعمل فيلم روائي طويل او حتى هعمل مسلسل شورت سرايز مثلا على نتفليكس او كده، لان هم يعني زي اللي بيعملوه عن مسلسلات زي عن نيمار وبيليه وميسي والكلام ده كله. فالوسيط برضو هو بيحدد طريقة الحكي اللي انا عايز اعملها يعني. وبالتالي العوامل دي بتتجمع فبتظهر بقى القصة دي جودتها عاملة ازاي. يعني في النهاية بقى جودة المنتج النهائي ليه عوامل كتير، زي ما قلنا القصة نفسها والحكاية نفسها والوسيط اللي انا عايز اعرضه فيها. اي قصة ينفع ان هي تكون ينفع ان انا اعمل منها قصة عظيمة قوي، بس وينفع ان تمشي انا بنفس المعايير يعني اللي احنا قلنا على عليها. حسب بقى. هي خلاص اي حكاية هي قطعة صلصال، اقدر ان انا اشكلها بالشكل جميل. اللي انا عايزه يعني. طيب، سرد القصص ده ممكن يغير مثلا من نظرة أي حد لنفسه؟ طبيعي، ويعني يعني قصتك الذاتيه انت عن نفسك بتغير جزء كبير جدا من ادراكك ووعيك بذاتك. وحتى ده جزء كبير من العلاج النفسي او اللي بيسموه العلاج السلوكي المعرفي. ان انت لما بتروح تلجأ لطبيب نفسي او مختص نفساني، يقول لك احكي لي. بيقول لك احكي لي، وفي نفس الوقت هو بيبدا يهايلايت على حاجات معينه علشان يبدا يغير وعيك وادراكك بذاتك. وده هو جزء زي ما قلت من العلاج السلوكي المعرفي، ان هو بيغير افكارك وبيغير او بيحاول ان هو يغير افكارك ويغير الحكايات في دماغك اللي انت بتتعامل بيها مع الواقع. ده جزء. في بقى جزء اكبر من السرديه العامه للمجتمع او من السرديه العامه للدوله او للامه. وهنشوف كده برضو الفرق بيننا وبين الكيان المحتل، ان هم شاطرين جدا في حكايتهم في بيألفوا سرد. القصص. مش لازم ان هم يكونوا بيألفوا يعني. هو انت يعني بيوصل للناس القصة اه بالمنظور اللي هو عايز يقولها، يعني فيقول زي لك إن مثلا الجنب ده هو الهولوكوست مثلا بالظبط. هي حادثة حقيقية وتاريخية ومثبتة تاريخيا بضحاياها كلهم، وهم قادرين ان هم ينتجوا عنها افلام ومسلسلات وقصص وروايات بتخلي ان الهولوكوست دي يعني عايشة في ذاكرة العالم كله الى الان. في حين مثلا ان احنا مش قادرين نسرد سرديتنا سواء مثلا في حروبنا، الحروب المصريه الاسرائيليه 67 و 73، او حتى الحرب الاخيره طوفان غزه وحرب الاباده اللي حصلت. ما هي برضو فيها حصل في الاباده دي جرائم يعني توصل لحد جرائم الهولوكوست اللي حصلت في الحرب صح. العالميه الثانيه. والى الان احنا مش قادرين ننتج سرديه وقصه تغير صورتنا على مستوى المجتمع. بص برضو لصورة العربي في السينما والدراما الأمريكية. هو برضو عن طريق حكي القصة دي بقى في صورة نمطية للعربي، الشخص العربي اللي عايش في الصحراء وعايش لابس قالوا كده كله. فبالتالي طريقة حكينا للقصة ممكن تغير السردية كلها أصلا. وممكن أنت ممكن تحكي قصة بشكل مختلف فتغير السردية الحقيقية نفسها يعني. وده مثلا زي اللي انت بتلاحظ مثلا لو انت متابع الافروسنتريزم، الحركه اللي هي الافروسنتريزم اللي بيقولوا ان الافارقه هم اللي بنوا الاهرامات والكلام ده كله. فده تغيير في يعني انت من خلال حكايه قصه معينه ممكن تغير في وعي الشعب كله يعني. تغير في الثقافه عموما. الثقافه ووعي الشعوب كلها. بالظبط. ما هو ده اللي كان حصل في فتره برضو، ان معظم الفتره اللي كان فيها الحرب بين الاحتلال وفلسطين هم كانوا بيوصلوا الناس العكس ده تماما، يعني تمام. تقريبا بينقلوا العكس. وده اللي عملته الصحافة الغربية والأمريكية. وتلاقي مثلا يعني أنت كمان مش لازم تحكي القصة بشكل مغاير، أنت ممكن تركز على عنصر واحد في القصة فيغير شكل القصة كلها يعني. مثلا أنا أفتكر خبر كان في بداية حرب الإبادة على غزة. كان الخبر منشور في الواشنطن بوست بيقول إن القطط بتاعة المستوطنين الإسرائيليين
بتحس يعني حاسه بالذعر من صوت الصواريخ والكلام ده كله، وبدأ يجي لها نوبات هلع. طيب في حين مثلا انت عندك ما يقارب من 80,000 او 100,000 شخص اتقتلوا او اه استشهدوا بدم بارد، صح. وبلد كاملة اتدمرت، وعندك 2 مليون لاجئ، ولكن هو ساب كل ده وركز على فكرة ان القطط بقى القطط بتاعة المستوطنين بقى يجي لها ذعر وبانيك اتاك من صوت الصواريخ. الصواريخ. فبالتالي انت كمتلقي او قارئ للقصة الصحفية دي هتركز على ايه؟ على اللي بيحصل في القطط، وبالتالي هتتعاطف مع القطط، وتشوف بقى الناس التانية الهمج اللي بيتقتلوا دولت هم السبب. يا حرام، ما عندهمش رحمة اه بالحيوان يعني. فدايما دايما طريقة حكي القصة والعنصر اللي انا بركز عليه بيغير مجرى تلقينا للقصة كلها يعني. يعني هي القصة، احنا بنقول ان القصة هي الحاجة يعني اكنها دليل لواقع مثلا حصل او كده. يعني مظبوط. بصورة او باخرى طيب في خلال فترتك او الفترة اللي انت كتبت فيها، في قصة معينة اثرت معاك او غيرت معاك حاجة يعني غيرت فيها انا شخصيا ولا في الناس؟ شخصيا، او اثرت عموما على الحاجة اللي انت كتبتها، سواء في الروايتين اللي انت كتبتهم؟ هو انا الروايتين اللي انا كتبتهم الى الان هم قصص حقيقيه، يعني قصص. الروايه الاولى بتحكي عن بنت يعني بتتجوز ابن عمها، وهي مش بتحبه، فبعد كده بتهرب منه، بتهرب وتسيبه وبتسافر بره مصر يعني. مم. وهي دي قصه حقيقيه حصلت قبل كده في مكان انا اعرفه، يعني ان هي بنت برضو سابت جوزها وهربت منه بسبب ظروف المعيشة. والقصة التانية بتحكي عن مقتل طفلة في قرية من قرى الريف المصري، وهي برضو قصة حقيقية أنا جايبها من الجورنال، يعني أو قريت الخبر في الجورنال انت فعملت بس القصة. يعني بتمشي بالمعايير والسرد والطريقة دي كلها. تمام، بس عايز أناقش قضية معينة. اتفضل. من يعني ببقى عايز أناقش قضية معينة في الرواية اه تتبعا تمام. للخبر يعني. صح. لكن من الحاجات اللي انا كتبتها وكنت حاسس انها غيرتني انا شخصيا، كتبت قصة صحفية عن المشي بعنوان اختراع المشي، اهرب من قلبي اروح على فين. هو منشور على موقع المنصة من سنتين او من 3 سنين. كانت في فترة عندي مش احسن حاجة يعني. كان فترة بداية حاجة جديدة، وكنت برضو خارج من بعض الأزمات أو كده. كنت بمارس المشي باستمرار، يعني يوميا لمسافات طويلة. ف... فأنا يعني كان علاقتي بالمشي هو كان زي رياضة وكان زي عادة يومية. فأنا اتكلمت في القصة ديت عن المشي، ازاي المشي مم. ده غير فيا حاجات كتير، وعلمني أشياء برضو. وكان يعني في خلال القصة دي كنت أنا بتكلم عن برضو حاجات، يعني أشخاص بيمشوا، أبطال روايات مثلا أو أبطال أفلام بيمشوا، وأبطال أغاني بيمشوا برضو. يعني مثلا عن أغنية محمد منير ماشي بدون قدم، مم. اللي هي بيقول مين ياخد قلبي المليان ويديني قلبي الفاضي. وليه أغنية تانية برضو من فيلم المدينة، بيتكلم فيها برضو عن المشي أو كده. وكمان إن المشي برضو ده نشاط اجتماعي الإنسان صح. بيمارسه على طول التاريخ، فبالتالي هو المشي برضو من الأشياء اللي غيرت في مسيرة الإنسان نفسه يعني. وكان يعني انا اتذكر ان كان ناس كتير اعجبت بالمقال ده ويعني تماس معاهم، لان هم يعني المشي، ناس كتير المشي ده هو العاده اليوميه اللي احنا بنمارسها يوميا صح. بدون ما ناخد بالنا. وفي نفس الوقت ان هو ناس كتير بتهرب من ضغوطات الحياه ومن ضغوطات البيت بالمشي، ان انت تخرج تمشي في الشوارع، مم. فبيغير بيجدد نشاطك وبيغير افكارك يعني. او زي ما بتقول اغنيه، اخرج من بيبان الحر الضيقه يعني. مم. طيب تعليقا على النقطة دي، دلوقتي انت استغليت مثلا فترة كان فيها أزمة في حياتك، أو فترة ولدت عندك فكرة ان انت تنتج مثلا قصة او تنتج حاجة تنقلها للناس، مثلا يعني تلفت انتباههم لحاجة زي المشي. فده دايما بيبقى مفيد. يعني مثلا ان انت لو مثلا في مأزق او في كده، بتحاول تخرج نفسك من النقطة دي للنقطة التانية، ان انت مثلا تسرد الموقف ده او تحكيه لحد او تاخده في تفاصيل تانية روائية، يعني ده بيفرق معاك انت شخصيا؟ يعني طبعا، لان هو آه
ان انا مثلا لما بكون في ازمه او في حد شخص جنبي في ازمه برضه وبيحكي لي او كده، فانا بكتب. لو كتبت ده في اليوميات او في النوت او الكلام ده، فالكتابه هنا جزء من العلاج وجزء من التفاعل مع الازمه. وحتى زي ما قلت لك كنا بنتكلم عن العلاج السلوكي المعرفي، جزء منه الكتابة. وفي حتى كمان في حاجة اسمها العلاج بالفن. العلاج بالفن ده جزء منه ان انت تكتب عن احلامك او عن الاشياء اللي انت بتؤلمك او مأزماك او الكلام ده كله. جميل. لان انت لو انت مثلا دلوقتي في علاقة مثلا علاقة حب مرضية، انت مرتبط بحد وهو معذبك او كده، والعلاقة دي ما فيهاش شكل معين او ما فيهاش وضوح، فانت المشاعر دي جواك او المشاعر دي مسيطرة عليك ومأزماك جدا. تمام. فهي مثلا عارف انت حاجة كده ما انتش فاهمها، لكن مجرد ما انت بتبدأ تكتب فانت بتبدأ يعني بتفهم الشكل، او حتى على الاقل الشكل اللي قدامك بيتضح، بس او زي ما الاجانب بيقولوا كده ايه، ان انت بتفجر اوت الحاجة دي، ان انت بترسم لها شكل معين. فاهم؟ زي برضو لما انت بتفكر في حاجة، بتفكر يعني مثلا زي لو خدنا مثال زي النجار مثلا. ماشي. النجار اللي بيعمل اوض او بيعمل شبابيك حاجة يعني. لا يعني اوض نوم او الكلام بيبني ده كله. مثلا اوضه مثلا. اه تمام. هو بيفضل يفكر في شكل، لان هو برضو هو النجارة دي نوع من انواع النحت يعني، فانت بيفضل يفكر في شكل، وبعدين لما يقوم يرسمه او ينحته على الخشب بيتضح الشكل، فبالتالي يبدأ بقى ايه، يزود حاجه ينقص حاجه يشوف صح. القطعه دي مش متناسبه مع القطعه دي. فهل الكتابه نوع من انواع ده، ان انت يعني انت بتخلي الحاجه المنعكشه جواك مرسومه قدامك او واضحه قدامك، فتبدا تقدر تتعامل معاها عن، مش هقول عن وعي كامل، بس عن جزء من الوعي يعني. طيب في قصة انت سمعتها عموما علقت معاك جامد، يعني قصة ألهمتك لحاجات تانية، او قصة آه انت ما نسيتهاش، حاجة انت سمعتها زي مثلا زي ما قلنا في اول حلقة ان قصص الاجداد والامهات زمان اه لما كانوا بيحكي لنا اه واحنا صغيرين، هي معلقة معانا لحد دلوقتي. ففي قصة بقى قيمة كده علقت معاك؟ هو مش لازم تبقى قيمة، لأن التعليق القصة اللي بتعلق في دماغك مش لازم تكون بالقيمة الكبيرة، على قد ما هي بتكون يعني مثلا لمست فيك حاجة. أو معظم القصص اللي بتعلق معانا عموما هي قصص من الطفولة. حلو. أنا أكتر قصة معلقة معايا من الطفولة قصتين. القصة بتاعت عقلة الإصبع. يعني هو كان، يعني دي كانت قصة كانت جدتي بتحكي لي، إن هو ولد كان بيغضب أمه، فامه بتدعي عليه اه. فبتحاول عقلة اصبع، صح. وبعدين بينزل يعني يعني زي ما تقول ان هو بيتوه في الميه او كده، فبتبتلعه سمكه، ووالدته بتقعد تحزن عليه كتير وبتندم ان هي دعت عليه والكلام ده كله، وبتراجع نفسها، فبعدين بتروح تشتري سمك من السوق، اه. وبتفتح السمكه فبتلاقي الله الولد أكبر. جواها ولسه حي، كانه يعني الهديه بقى ان هي راجعت نفسها وندمت على الدعوه دي او كده. والقصة التانية هي القصة السيرة النبوية. كانت يعني والدتي بتحكيها لي وانا صغير، يعني انا والدي واحنا صغيرين كان والدي بيقعد يشتغل كتير فبيتأخر، فوالدتي يعني كان زمان كان لسه التلفزيون ما فيهوش برامج كتير، امم. كانش فيه موبايلات طبعا في طفولتي يعني، فما كانش فيه وقت ان احنا نقضيه غير ان والدتي تحكي لي قصص او كده. فكانت هي بتحكي لي قصة القصة السيرة النبوية أو قصة النبي على شكل سيرة شعبية. يعني ازاي؟ ازاي قصص السيرة الشعبية؟ يعني مثلا قصص السيرة الشعبية اللي هي أبو زيد الهلالي أو سيرة عنترة امم. أو الزير سالم أو كده، دي قصص شعبية موجودة في التراث العربي. القصة الشعبية أو السيرة الشعبية بيبقى فيها فكرة إن في بطل بيحصل له أزمة، وبعدين بيخرج من بلده أو بيسيب بلده، وبعدين بيرجع بجيش وينتصر أو كده. فأنا أمي كانت بتحاكي قصص السيرة الشعبية بس على قصة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة ف يعني كانت بتحكي قصة السيرة النبوية على شكل ملحمة. والسلام. شكل ملحمة يعني اللي هو بقى إيه، مش القصة بشكلها المعروف إن هو ان يعني فكره ان هو جات له الدعوه، لا يعني هي بتحكي ان هو كان في دين جديد وكده بس على شكل ملحمه. فانا برضو كنت يعني موهوم بفكره ان انت السيره بتتخيل النبويه دي اصلا كل ملحمه، السماء. مش ملحمه اكبر منها مجرد سيره دين ظهر وهكذا يعني. مم. طيب نخش على نقطة تانية. اتفضل. ليه الهوية الثقافية مهمة؟
الهوية الثقافية مهمة اه علشان الهوية الثقافية دي هي اللي بتحدد احنا مين يعني. يعني احنا دلوقتي في مصر ممكن نقول ان احنا عندنا أزمة هوية ثقافية، علشان احنا ما لو سألنا، لو جبنا مثلا 100 شخص من مصر على اختلاف على اختلاف من أماكن يعني اماكن مختلفة. مختلفه. لأن مصر طبعا رقعة جغرافية كبيرة وعدد سكاني كبير جدا، فلو سألناهم احنا مين، ما حدش هيبقى عنده إجابة قاطعة مين مصر أو مين احنا، مين كمصريين. صح. بس في نفس الوقت هو ده مش تنوع، ده عدم معرفة. لأنه احنا مثلا في مصر احنا ما عندناش لسه، أو ما عادش عندنا إجابة السؤال احنا عرب او احنا افارقه او كده، مع ان احنا ممكن نكون كل دول. يعني احنا في مصر بلد متنوعه ثقافيا جدا بشكل يجعل ان موضوع الهوية الثقافية ده ممكن يكون مبني على التنوع، على قد على بدل ما يكون مبني على عدم التنوع او صح. على التضاد يعني او التصادم. ومهم بقى ان احنا نعرف الهوية الثقافية دي مهمة علشان اولا انت يعني لما تقدر، يعني زي ما قلت ان انت هي بتحدد انت مين، فانت لما تعرف انت مين فهيبقى انت عندك اراء ومواقف واضحه قصاد القضايا الكبيره. زي لما انت تعرف انت مين فانت عندك راي واضح قصاد اللي بيحصل في الاباده اللي بتحصل حاليا، او صح. لما تشوف مثلا قضيه ظالمه، قضيه ظلم او كده، فانت عندك راي واضح. لما تعرف انت مين هيبقى عندك رأي واضح قصاد نهر النيل. نهر النيل ده حق المين وملك المين. عندك رأي واضح مثلا من الناس اللي عايشة معاك في المجتمع، المسيحيين أصدقائنا المسيحيين وحتى المسلمين المختلفين عنك. صح. مثلا واحد مسلم بس عايز يكون صوفي، فانت يعني انا شايف ان الهوية الثقافية مهمة علشان نقدر ان احنا نقبل التنوع ده كله. لان احنا مثلا احنا في بلد مصر احنا مش 200 شخص او 300 فرد، لا احنا 107 مليون شخص. فال 107 مليون شخص دولت لازم عندهم تنوع في الآراء والأفكار والمعتقدات والتوجهات والكلام ده كله. فلازم يكون عندنا تقبل للتنوع، وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا آراء واضحة وقوية يعني. نخش بقى على أهمية الاستماع قصص الناس، ده إيه أهميته أو بيفرق في إيه؟ ككاتب ولا كإنسان عادي يعني؟ هنجاوب على الاتنين، ككاتب وكإنسان. طيب هو كإنسان عموما انت لازم تكون جود listener زي ما بيقول الأجانب برضو. طبعا انت كده كده كشخص عادي مش لازم تسمع لكل الناس، بس على الأقل تبقى قادر تسمع للناس المحيطة بيك، والدك، والدتك، اخواتك، شريكك في الحياة، أصدقائك. لأن انت ايه الفايدة من ان انت تكون صديق للناس وانت مش قادر تسمع حكاياتهم الشخصية، سواء اسرارهم او حتى حكاياتهم عن الامهم ومشاكلهم والكلام ده كله. كدكتور سواء دكتور اسنان او اي دكتور في اي تخصص، انت لازم، ده جزء اساسي من اي مهنه طبيه، ان انت لازم تسمع كويس قوي عشان تعرف المشكلة فين. الشكوى علشان تقدر تحدد التشخيص بتاعك. صح. ويمكن انا بحب اخد الحته ديت واعممها على الحياه. انت لازم تسمع اي حد علشان تقدر تحدد الشكوى والتشخيص بتاعه. يعني لما عبد الرحمن يجي يحكي لي حاجه في حياته الشخصيه، فانا لازم اسمع كويس جدا علشان اقدر اساعده، او حتى على الاقل مجرد ان انت تسمعه ده بيريحه شويه. ككاتب مهم جدا ان انت تسمع حكايات الناس. يعني انت حاجتين، اول حاجه ان انت هيبقى عندك مخزون كبير جدا من الحكايات، وثانيا هتستفيد من فكره وجهه نظر الحكايه، او بيسموها بوينت اوف فيو. لان احنا لو عندنا مثلا حاجه زي المج ده، فالمج ده ولنفترض ان هو ده الحكايه او الحدوته بتاعتنا. كل واحد شايفه من زاويه، يعني اللي شايفه من فوق غير اللي شايفه من هنا، غير اللي شايفه من ناحيه المقبض. فكل واحد بيحكي الحكايه من شكل مختلف. فبالتالي الاستماع ده والاستماع الجيد هيديك اولا وجهات نظر مختلفه، وهيديك فكره تكنيكات ان انت تقدر تحكي بيها الحكايه وتقولها يعني وده كمان نوع من انواع الكتابه اللي هو بيسموه تعدد الرواه. ان يبقى عندنا حدوته واحده او روايه واحده بتلاقي فيها اصوات متعدده للحكايه. ويتعامل في الافلام كمان، يعني في افلام كتير بتتحكي بشكل تعدد الرواه، ان انت بتلاقي في حدوته واحده وكل شخصيه شايفه الحدوته من مكان، من نقطه معينه، فبالتالي كلهم مش عارفين ايه اللي حصل، او كل واحد عنده تخيل للي حصل يعني. جميل. في ناس كتير ما بتعرفش تكتب، يعني انت قلت في بدايه الحلقه ان مثلا اي مشكله امسك ورقه وقلم واكتب، بس في ناس ما عندهاش الحاجه دي. يعني
لو ملكة الكتابة زي ما بيقولوا. بالظبط، بيمسك القلم وبيقف، ما بيعرفش. هو فده دلوقتي اصلا ما عادش حد بيكتب بقلم، يعني كل الناس او تكتب ديجيتال. اه ماشي. ما هو برضو هو السؤال اللي انت محتاج تسأله لنفسك، او انت او السؤال اللي احنا محتاجين نسأله على النقطة ديت، احنا ليه بنكتب؟ انت عايز تكتب بشكل هاوي ولا بشكل احترافي؟ يعني لو انت ما هو بتكتب بشكل مثلا هاوي، زي اللي حد بيكتب يومياته، او حتى حد بيحكي لنفسه على على في النوتس بتاعته، زي كلنا بنكتب يومياتنا او النوتس او الحاجات اللي مضايقانا، فانت مش محتاج يبقى عندك ملكة، انت محتاج تكتب كأنك بتكلم نفسك. يعني كأنك بتكتب يعني عارف انت اللي هو ايه، يعني بديهية بتفرغ كده، طاقة مثلا. بتفرغ. فانت مش محتاج ملكة او محتاج موهبة او الكلام ده كله، انت بس محتاج ان انت تكتب الافكار اللي في دماغك، سواء على ورقة او في النوتس على الموبايل او اللابتوب. بتكتب بدون قيود، علشان تفرغ اللي جواك، وعشان حتى لما ترجع تقراه كأنك بتكلم نفسك يعني. لكن لو انت عايز تكتب بشكل احترافي، ده مجال واسع جدا، ومحتاج حاجات طيب مثلا انا لو واحد يعني ما اعرفش مثلا اول بداية الطريق فين، يعني حتى لو حاجة بسيطة بس تكون مجرد بداية ككتابة بشكل احترافي. يعني مثلا انا واحد عندي قصة ويعني عامل سرد بطريقة كويسة وكل حاجة، بس عاوز ابدأ بقى. طيب كويس. هو مبدئيا انت اول حاجة، اول خطوة في الكتابة عموما ان انت تقرا. جميل. دي اول خطوة ان انت ما هو احنا تقرا هنتكلم على نقطة القراية دي لان في مشاكل كتير فيها ماشي، ما احنا هنجيلها. بس هو ماشي تمام. اول حاجة مبدئيا لازم انت تكون قارئ، وقارئ كويس. حلو. تمام. تاني نقطة في موضوع الكتابة، ان انت محتاج تحدد الجنرا او النوع اللي انت عايز تكتبه. جميل. عايز تكتب قصة قصيرة ولا رواية، او ما بينهم حاجة اسمها نوفيلا؟ طب ده تمام. بيعتمد بقى على الموضوع نفسه؟ ما انا جاي لك. ماشي. لا يعني ده ممكن يعتمد على الموضوع شوية، بس يعني يعني او لا يعني. تمام. تمام. لو عايز تكتب قصة قصيرة، او القصة اللي عندك دي انت عايز تطلعها في قصة قصيرة او رواية، جميل. بنبدأ نكتب درافت، وبعد كده بنعرضه على، مش صحابنا بقى يعني، صحابنا ماشي، بس على ناس محترفة، كتاب محترفين، تمام. اللي هو كاتب روائي او كاتب قصة محترف. وبالتالي بناخد آرائهم، وبعدين نبدأ نعدل في الدرافت ده. تمام. طيب اول حاجه كتبناها مش لازم تكون كويسه، ولا تاني حاجه ولا تالت حاجه ولا رابع حاجه، يعني فكره اللي هو عدم الاستعجال في الكتابه. تمام. زائد برضو، ودي حاجه مش منتشره في مصر كتير، بس ان انا ممكن اشترك في دورات او تعليم او ورش تعليم للكتابه، بس حلو. برضو في اماكن، يعني عند دار نشر محترفه، او في اماكن بتقدم النوع ده من النوع الجيد او النوع الرفيع من الكتابه، عشان نبقى فاهمين احنا رايحين فين. يبقى انا حددت الجنرال اللي انا عايز اكتب فيها. ما هو برضو القصه او الروايه نفسها فيها انواع، زي مثلا الروايه البوليسيه او الروايه الاجتماعيه او الروايه الرومانسيه او الكلام ده كله. وبناء عليه انا هبدا اشوف النوع اللي انا عايز اكتبه ده ايه هو. انا مثلا القصه اللي عندي دي قصه رومانسيه، فهشوف يعني اشهر ناس كتبوا قصص رومانسيه قبل كده وحاليا، وهبدا اشوف انا. يعني احنا محاولاتنا الاولى هي بتبقى عباره عن تقليد، زي ما تمام. احنا مثلا لما كنا في الكليه، المعيدين الاكبر مننا بيعلمونا، بيقولوا لنا صح. اعمل كذا كذا، الخطوات 1 2 3. لو انت في كليه عمليه مثلا، او كليه محتاجه، او حتى في الرسم مثلا لو احنا بنرسم، فانت في الاول بتتعلم حاجات من على اليوتيوب، بتقلد حاجات من على اليوتيوب. فانت في بدايه المحاولات البدائيه خالص انت هتقلد صح. المحترفين او الاشكال المشهوره، والاشكال المعروفه باتقانها، زي مثلا نجيب محفوظ، يوسف ادريس، الناس اللي هم الرواد في عالم القصه والروايه. بعد محاوله 2 3 4 5 انت بتبدا تكتشف الموهبه الشخصيه والملكه الشخصيه وصوتك الداخلي انت، فبتبدا تنتج حاجه خاصه بيك انت، اللي هو لما نقراها نقول ده عبد الرحمن او ده محمد، جميل. او ده فعلا في صوت مختلف عن الاصوات الباقيه. ولما توصل للحظه دي، المرحله دي، نبدا نقول بقى ان احنا ممكن ندور ان احنا ازاي ننشر. انا يعني دايما انا بعترض على ان احنا ننشر محاولاتنا الاولى، لان دايما المحاولات الاولى هي محاولات شبه الطفل الصغير اللي هو بيبدا يتعلم المشي، بيحبي شوية. او بيحبي، فهو لازم هيخبط هنا ويخبط هنا صح. ويخبط هنا لغايه لما يقدر يمشي من غير ما حد يسنده. موضوع بقى القرايه اللي انت عايز ندخل فيه،
آه لازم ناس تكون قاري. كتير بتيجي تقرأ، هو مثلا يعني بغض النظر الكتاب ايه هو، يعني دي برضو بأثرها الكبير ان الناس بقت بتحب تخلص الحاجات السريعة، يعني بسبب السوشيال ميديا والكلام ده كله. تمام. فلو جيت لواحد دلوقتي واديت له كتاب يقرأه، ممكن الكتاب يخلص معاه في كام ساعة، بس هو مش هيقدر. ممكن يخلصه اه في شهرين، في 3، ممكن ما يقدرش يخلصه اصلا. بص، هو دي مشكلة، هي مشكلة وقتنا الحالي وأجيالنا، يعني الأجيال اللي اتولدت بعد أو في نص التسعينات وطالع. مشكلة التشتت إن أنت دلوقتي دايما عندك أوساط بتشغلك عن الكتاب، زي الموبايل، أو أنت هتشوف فيلم، أو هتقعد على اليوتيوب أو الريلز. وإحنا كلنا دلوقتي متعودين إن إحنا نشوف ريلز والتيك توكس والكلام ده كله. لانها حاجة سريعة يعني. أنا نصيحتي في البداية خالص لاي حد عايز يقرا، اول حاجه ان انت لازم تتابع، يعني تخلي ان انت قاعد طول الوقت على الموبايل، فتخلي دايما الفيدز اللي بتظهر لك في عن القراية. الموبايلات عن القرايه، علشان يبقى في محفزات ان انت مثلا تشوف على التيك توكس او على الانستجرام في الريلز او كده، تشوف ناس بتهتم ان هي تعرض كتب او بتتكلم عن كتب او بتقرا، تمام، وبتشارك. وبعدين دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تشوف برضو ناس في محيطك بتقرا. ما هو انت يعني اي نشاط اجتماعي هو اجتماعي لازم تعمله مع او يعني مش انت مش هتقعد معاهم تقروا سوا، بس انت صح. على الاقل تبقى تعرف ناس بتقرا فتتشاركوا الافكار دي، علشان ما تحسش انك غريب او تحس انك بتعمل حاجه غريبه. زي مثل الصاحب ساحب. الصاحب ساحب دي اول حاجه. اول حاجه لازم ان انت تحيط نفسك يعني عارف انت مدخلات قرايه، صح. عشان يبقى عندك مخرجات قرايه. تاني حاجه تبدا تاخد الموضوع ببساطه ومفيش حاجه بتيجي عافيه، تمام. خد الموضوع ببساطه. النهارده انا هقرا كتاب صغير، بعد كده هقرا كتاب فلسفي عميق، او كتاب يعني متخصص. طيب هبقى عارف برضو في البدايه ان موضوع القرايه ده موضوع هو عاده بتتكون بالوقت، وان هي عاده انتاجها عامل زي زراعه شجره. يعني انت مش هتضرب الارض الشجره تطلع وتطلع ثمره، لا، دي عاده بتتكون بالسنوات، وسنوات طويله، سنوات طويله، عشان تقدر ان انت تكون العاده دي ويبقى عندك قدره على ان انت تقعد فتره طويله مش مشتت. عندك قدره او شغف ان انت تتتبع حكايات معينه او افكار معينه او موضوعات معينه بس. وابدا اقرا في موضوع انت مهتم بيه، يعني حتى لو كان الموضوع ده هو العلاقات بين الكونغو وكولومبيا او في زراعه البن في اثيوبيا. ما هو اي موضوع في ناس عندها شغف بيه، يعني انت ممكن تلاقي ناس عندها شغف باربطه الاحذيه، او ناس عندها شغف باساتك الفلوس، الالوان بقى والحاجات دي. ابدا دور في الحاجات دي، ابدا دور على اليوتيوب. انا اي حاجه حاليا بعمل ان انا بدور على اليوتيوب، دور على اليوتيوب عن كذا. جميل. وكذا ده اليوتيوب هتلاقي دايما، يعني هو نفس المحتوى العربي يبقى فيه كده، بس هو المحتوى الاجنبي فيه حاجات كتير. واي فيديو في المحتوى الاجنبي هتلاقيه قرا كتب وحاططها في الديسكريبشن المراجع بتاعته. جميل. مش لازم تقرا الكتاب، ممكن تقرا مقال، المقال هيحيلك لكتاب، والكتاب هياخدك لكتاب تاني، وهكذا. هي عمليه القرايه هي عمليه تشكيل عاده على سنوات طويله او على فترات طويله، وكل حاجه هتاخدك لحاجه تانية، وكل حاجه هتاخدك لحاجه تانية، لغايه لما يبقى عندك مخزون من العاده دي، اول حاجه. وتاني حاجه مخزون من القرايه، مخزون كبير من القرايه. يعني هو كأنه سلم وبتطلع درجه ورا درجه. صح. وفي نفس الوقت كمان يعني القرايه، يعني عشان برضو انا بحب اقولها دايما لنفسي وللناس، القرايه ما تنتظرش منها العائد اللحظي او العائد المادي اللحظي. القرايه دي حاجه انت بتعملها، هي حاجه روحيه، انت حاجه جواك انت، هتلاقي اثرها ده بعد كده في معاملاتك مع الناس، وفي افكارك اللي بتتشكل في دماغك، وفي نفس الوقت طريقه تعاملك مع الحياه. طريقه تعاملك مع الحياه. يعني انا شخص من الناس اللي كان عنده عادات سيئه كتير جدا واتغيرت بسبب القرايه. يعني سواء مثلا، يعني فكره وانا صغير كنت عصبي جدا. يعني فكره التعامل مع العصبيه دي من الحاجات الاساسيه اللي غيرتها فيها هي القرايه، ان انا قريت عن اشخاص غيروا الموضوع ده ازاي، وفكره ان انت تكوين العادات، وفكره التعامل مع العادات والكلام ده كله يعني.
فدايما انت بس ابدأ من موضوعات بسيطة وموضوعات تشغلك، والموضوعات اللي بتشغلك هتاخدك لحاجات اكبر واعمق بكتير يعني. طيب نقطة الموضوع اللي هيشغلني دي هيجي من يعني ان انا اجرب اكتر من حاجة مختلفة، يعني مثلا رواية مثلا رومانسية بوليسية اه وهكذا. ده صح، وهي كمان هي حاجة شخصية. يعني انت فكرة اللي امم هو الاصل اللي بيشغل محمد غير اللي بيشغل عبد الرحمن صح. غير احمد غير مريم غير فلانة وهكذا. فهي حاجة شخصية. انا زي ما قلت لك كل واحد عنده حاجة بتشغله، يعني اللي هو فكرة انت واحد مثلا بيحب الكلاب، صح. فانت هتشوف فيديوهات عن الكلاب، هتقرا عن الكلاب، لان هو برضو وهو يعني اللي انا اكتشفته ان مفيش حاجة مش معمول عنها كتاب. مفيش حاجه في الدنيا مش معمول عنها كتاب، ومفيش حاجه برضه في الدنيا مش معمول عنها فيديو، بس دايما الكتاب اعمق من الفيديو، ودايما الكتاب اوسع من الفيديو. والكتاب هيخليك انت نفسك عندك قدره على ان انت تشكل افكارك الشخصيه، بل وان انت تكتب عن الحاجه دي. يعني انت مثلا حتى لو هتكتب بوست فيسبوك، لو انا مثلا حد مهتم بالكلاب فهيبقى عايز اقرا عن اكل الكلاب، الاطواق بتاعت الكلاب، صح. اللبس، في لبس معين الكلاب، شيء فكره برضو تسريح شعر الكلاب وهكذا. الحاجات دي بيتكتب فيها كتب، يعني ما تستغربش ان الحاجات دي بيتكتب، لا الحاجات دي بيتكتب فيها كتب. انت كمان القرايه عن الحاجات دي تخليك برضو قادر ان انت تتعامل مع نفسك. يعني فكره لو ان انت مثلا ما تقرا عن، انا من الحاجات اللي انا بحب فعلا اقرا فيها الحاجات دي، الحاجات اللي هو شبه فكره يعني مثلا قعدت فتره كده اقرا عن برادات الشاي. حلو. فانت بتكتشف مثلا ان هم مثلا في الصين بدأوا يعملوا الخزف بشكل معين، فيعالجوا الخزف بشكل معين، فدرجة حرارة معينة تخلي الخزف يتكسر، جميل. ودرجة حرارة معينة تخلي الخزف مش سليم، امم او يعني ما طابش من جوه. عارف ان الخزف نوع من انواع الطين، اه. فده مثلا تخليك تفكر في نفسك انت كإنسان ان انت برضو شبه الخزف ده، ان انت في مشكلة من المشاكل لو تعرضت للمشكله ضغطه جامد قوي هتكسرك، ولو برضو لو انت طول عمرك عايش متدلع هتبقى من جوه فاهم. اه. فهو كل حاجه في الحياه انعكاس للانسان نفسه من جواه يعني. فانت لما تمشي ورا حاجه بتشغلك هتلاقي نفسك ان انت بتفهم نفسك اكتر فاكتر، بتفهم بقى علاقاتك، بتفهم الناس اللي حواليك وهكذا يعني. طيب في نقطة انت اتكلمت فيها ان هو الفيديو والقراية. في ناس كتير، في روايات كتير بتتعمل افلام، اه فالناس بتستسهل تقول لك لا يا عم انا اروح اسمع الفيلم، انا ايه اللي يخليني اقرا كتاب 300 400 صفحة. في برضه في النقطة دي ان اصلا الفيلم ممكن تسمعه وتيجي تقرا الكتاب تلاقي ده حاجة وده حاجة تانية. فايه الفرق؟ إيه الفرق بين الفيلم والروايه يعني؟ اه. هو زي ما قلنا ده برضو راجع للوسيط اللي احنا اتكلمنا فيه، طريقة الوسيط اللي احنا بنحكي منه الحكاية. الفيلم وسيط مختلف عن الرواية، دول وسيطين مختلفين، لان ده وسيط بصري وده وسيط قراءة او وسيط يعني ان انا بقرأه، فوسيط فهمي شوية. في الفيلم انت بتبقى محدد بمدة معينة من الوقت وطريقة وتكلفة انتاجية معينة. جميل. تمام. فان طبعا انت مش هتقدر تعمل مثلا كل الخدع السينمائيه اللي نفسك فيها، لان برضو بيبقى الانتاج عليه عامل او كده. الفرق المحوري بين الحاجتين هو طريقه عرض الافكار ونفسيات الشخصيات. لان برضو السينما خدت كتير جدا من شدت كتير جدا من البساط اللي تحت الروايه، لان زمان صح. الروايه ما كانش فيه سينما، فالروايه كانت فيها تخيل كبير، فيها فكره ان انا مثلا يعني مثلا من 100 سنه فاتت او من 200 سنه فاتت لما اقرا روايه فانا هتخيل كل اللي فيها. السينما لا، عوضت ده، ان انا ممكن السينما اظهرت لي ملامح الشخصيات، الاماكن، الكلام ده كله. جميل. فبقى نقطه القوه الاساسيه اللي هي العامل النفسي اللي في الروايه، اللي عند الابطال وعند الشخصيات اللي بتتحرك فيها. ده الفرق الكبير. طيب الفرق الجوهري برضو ان انت لما تقرا روايه، الرواية حاليا هي البديل الفلسفي في العالم كله، يعني او بديل الفلسفة، بتتعامل ان هي بديل الفلسفة. ففي فلسفة وفي افكار بتبقى اعمق من الفيلم، انت مش هتفهمها غير من الرواية. جميل. زائد برضو ان انت الفيلم بيكون فيه فكرة كأنه بيفرض عليك او بيملي عليك الفكرة والشخصية المعينة، لكن الرواية لسه فيها مساحة من زي ما نقول المحاورة معاها، ان انا لما اقرا رواية فانا
قادر ان انا اتحاور انت معاها. بتتخيل حتى يعني تتخيل بشكل وقادر ان انا أعمق اتحاور مع الافكار اللي فيها يعني، صح. وقادر ان انا حتى يعني عارف انت ابسط مثال ان انا اكتب على الهامش كده كذا كذا. لكن الفيلم هو في النهايه وسيط ما فيهوش براح كبير من انت بتبقى التفاعل. محكوم في حاجه معينه، محكوم في ميديا معينه يعني. في نهايه الحلقه بقى عاوزينك تكلمنا شويه عن الروايه اللي مكسره الدنيا بيض على مد البصر. بص، هي روايه بتتكلم عن مقتل طفله عندها 13 سنه في قريه من الريف المصري، وبتناقش بقى القضيه ديت او ايه اللي بيحصل. يعني هي بتحصل في ليله واحده، ليله مقتل البنت دي. انا مش عايز احرق كتير، هي عشان لو حد حب يقراها يعني. هي صدرت عن دار العين في معرض القاهره 2024، والحمد لله كانت يعني ولا زالت من الاكثر مبيعا في الدار يعني. الروايه هي بتطرح مفهوم عن الجريمه والفضيحه بشكل فلسفي شويه، وبتتناقش حوالين الفكره دي عن الشخصيات بقى المحيطه بالبنت اللي اتقتلت وكده، وهل هي البنت اتقتلت ولا انتحرت. وزي ما قلت لك هي بتحصل في ليله واحده، وبنشوف بقى تورط الشخصيات كلهم في الجريمه دي يعني. جميل، احنا اتشرفنا بحضرتك جدا يا انا دكتور. اللي مبسوط ان انا كنت معاكم، ومستنيين الروايات الجديده اللي هتكتبها ان شاء الله. حبيبي يا عبدو، ان شاء الله يعني في تقدم دايما باذن الله. حبيبي حبيبي يا دكتور.